ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا جايلكم النهارده في فيديو بسيط وصغير. هقول لكم ايه هي العلامات اللي لو ظهرت عليكم من الشهر التاني على طول تعرفي نوع الجنين. اول حاجه علامات تعرفك لو كنتي حامل في ولد، اللي هو مفيش ترجيع. حمل الولاد ما بيبقاش فيه ترجيع. اول حاجه. تاني حاجة، أنا قلت لكم على طريقة الفتلة والخيط، ودي طريقة مجربة 100%. لو انتي حطيتي الخيط على سرتك بيعمل لك علامة طولية كده بالطول، وأنا نزلت لكم فيديو يوضح كده. بتعمل لك علامة طولية، أما لو البنت هيعمل لك دايرة. تاني حاجة أو تالت حاجة، بالنسبة للون البول، بيكون البول يا حبايبي بيكون في حمل الولد بيكون لون البول غامق، اما في حمل البنت بيكون لون البول فاتح. خامس علامة او رابع علامة، شكل البطن في حمل الولد يا حبايبي بتبقى دايما مبوزة وعاملة زي كرة السلة كده، طالعة بوز بطول كده من قدام، بتبقى في بوز كده دايما. في يعني البطن بتبقى مبوزة لقدام من فوق بقى. البوز ده سواء من فوق سواء من تحت بتبقى مبوزه لقدام، بتختلف بقى عن شكل البطن في البنت. تمام. بقى اعراض سريعه كده للبنت. اول حاجه، انت بتقومي بترجعي الصبح كتير، بتحسي انك انت دايما نفسك غمى عليكي، مش حابه كل الاكل. تاني حاجه بيكون لما بنيجي نعمل الاختبار بتاع الفتلة والخاتم، بيلف علامة دائرية، الخاتم بيلف دايرة كده، بيعمل دايرة. تالت حاجة بيكون لون البول فاتح. رابع حاجة بيكون شكل البطن مربع، ما فيهوش بوز، ما فيهوش مثلا زق من قدام كده، تبقاش جايه لقدام كده مبوزه، لا هي تبقى مربعه واخده شكل طولي كده ومربعه شكل البطن. طبعا بتبقى دايما قرفانه من الاكل ونفسي غمى عليكي. وفي دايما في حمل بنات ما بيبقاش فيه القرف ولا بيبقى فيه ترجيع على فكره، بس دايما برضو بيبقى عندك غممان نفس، دي علامه اكيده 100%. في حاجه كمان اللي هي علامه خيوط العينين. اللي هيكمل معايا الفيديو بقى للاخر هو اللي هيستفاد بالمعلومه دي. الخيط العين بيبقى فيه خيوط كده محمره. تمام. في العادي خالص الخيوط دي بتبقى خيوط طوليه كده عاديه، اما لما بيكون في حمل، لما بتكوني حامل في ولد، بيبقى الخط عبارة عن علامة واي، بتلاقي علامة واي بالشرايين الحمراء، واي واي في عينيكي. اما لو حامل في بنت هتلاقي اكس كده، اكسات كده في عينيكي. تمام. في كمان حاجات كتير هنزلها لكم، واستنوا الفيديو القادم ان شاء الله. هقول لكم اللي عايزه تحمل في بنت، طبعا دي ارزاق من عند ربنا، تعمل ايه، لان ناس كتير راسلتني قوي نفسهم في حمل البنات. وبرضو اللي عايزه تحمل في ولد تعمل ايه. برضو يا جماعه دي ارزاق من عند ربنا، ولكن برضو احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا، وربنا ينولكم كل اللي انتوا بتتمنوه يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.